سلام مشاهدينا الكرام في فيديو جديد على قناتي قناة شاف مجدولين. اليوم غادي نديرو حلوى ديال الكاوكاو بشكلين متنوعين اللي تجي زوينة بزاف. هذا هو الشكل الاول وهذا هو الشكل الثاني، فكتجي وصفة ناجحة 100%. ما نطولش عليكم ونبقاو مع المقادير. بسم الله. فتناخدو نص كيلو ديال الكاوكاو. ما تنطحنوش بزاف، تنطحنوه غير شويه يبقى لينا مهرمش شويه، وتنزيدو كاس ديال سنيده، تنزيدو الزيت اللي تنديرو منه 4 ديال المعالق كبيره زيت نباتيه، تنديرو معلقه عامره ديال القرفه اللي تطلق لينا واحد النسمه زوينه في الحلوى ديالنا، وتنديرو لا كونفيتور ديالنا، تنديرو 2 معالق كبار لا كونفيتور ديال المشمش، وتنديرو البيض ديالنا باش تنجمعو المكونات كامله، فتنديرو غير 2 ديال البيضات. الا شفنا الخليط ديالنا والمكونات ديالنا بقاو ناشفين شويه تنزيدو وحده، فانا في هاد الوصفه احتاجت غير 2 بيضات كبار صافي. وتنبدا نجمع حتى كيبدا تنحس بالخليط كله بدا تيتجمع ليا، عاد تنحبس، تنخلطوا المكونات ديالنا كاملين وتنزيدو شويه ديال الكوك. انا زدت غير معلقه واحده ديال الكوك صافي، وتنبقى نجمع، واخيرا تنضيف خماره واحده ديال الحلويات حتى الاخر عاد تنزيدها، وتنقسم العجين ديالي على 2. فالشكل الاول تنديرو طريفات ديال البرتقال اللي تيعطينا واحد النسمه جميله جدا، والنوع الثاني تنزيدو معلقه صغيره ديال الكراميل. هادشي باش نسمت الحلوى ديالي. فتناخدو الشكل الاول اللي درنا فيه الكراميل، تنديروه شويه ديال كاوكاو وتنزينوه مشاهدينا الكرام بسوريز، فتيجي شكل جميل جدا، تيجي على هذا الشكل هذا. وتنتابع حتى كنسالي الخليط ديالي كامل. هنايا انا درت غير هذا فلوز افيلي، بغيت غير نجرب، حتى هي جات شكل رائع جدا، اعطتني شكل جميل جدا. انا غير جربت 2 وحدات هكاك. فكيف ما قلت لكم هي مقادير جد اقتصادية وتجي رائعة جدا. فهذا الشكل الثاني اللي درنا فيه البرتقال، قشور ديال البرتقال. فغادا ندير يديا في المزهر وغادا نفندهم في سكر كلاصي. صافي مشاهدينا الكرام، غادي نبقاو نحربلوهم في سكر كلاصي، تنغطيوهم كاملين، تنساليو المكونات ديالنا كاملين على هذا الشكل هذا. من بعد مشاهدينا الكرام تنضغطوا عليهم بشويه بشويه، اما بمعلقه ولا بالاصبع ديالنا، كنبغى بشويه بشويه.
صافي كنبقاو غاديين على هذا الشكل هذا مشاهدينا الكرام، وتنسخنوا الفرن ديالنا على درجة حرارة متوسطة، وتندخلوهم الفرن ديالنا، ولكن في الأول العافية خاصها تبقى الفوق وهما يجيو لتحت، العافية تبقى فوق منهم باش يجيو مشقين لينا وتجينا الوصفة ناجحة ب100% كيف ما كتشوفوا معايا مشاهدينا الكرام. فهذا هو الشكل النهائي ديالنا ديال الحلوة ديالنا، فجات لينا مشقة وناجحة. وهذا الشكل الثاني اللي حتى هي واخا غير خمارة وحدة فالشكل ديالنا جا زوين جدا. كنتمنى ان الحلوة ديالنا ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم بمناسبة هذا العيد المبارك. فموعدنا يتجدد في حلقة جديدة ووصفة جديدة وفيديو جديد على قناتي قناة شيف مجدولين. كنتمنى التعليقات ديالكم تكون زوينة بزاف وتكونوا جربتوا الحلوة ديالنا. موعدنا كيتجدد في فيديو جديد على قناتي قناة شيف مجدولين. إلى اللقاء.